بقالك كام سنة يا صديقي العزيز بتخش على النت وبتتصفح المواقع اللي انت بتحبها؟ يوتيوب، فيسبوك، تويتر، انستجرام. نرجع بالزمن ورا شوية، بالتوك، هاي فايف، المواقع دي 10 سنين، 25 سنة. عايز اقولك ان في حياتك دي كلها اللي متاح ليك على الانترنت هو 10% بس من الانترنت العالمي، او نقدر نسميه كده انترنت وش القفص. انما في 90% من الانترنت انت ما تعرفش عنه اي حاجة. القفص اللي انت بتشوف الوش بتاعه الحلو الجميل ده، في تحت منه بلاوي سودا، وهو الانترنت المظلم او الدارك ويب. بداية الويب العادي بتاعنا اللي هو www اللي هو World Wide Web كان سنة 1991 على ايد تيم بيرنر-لي، وكان اسمه الويب 1، وهو كان عبارة عن مواقع عادية وجرانين وصفحات شركات بتتكلم عن نفسها. كنت تخش على المواقع دي وتقرأ الأخبار وتشوف الشركات وإنجازاتها، بس ما كنتش تقدر تعلق أو تتفاعل مع اللي مكتوب. يعني نقدر نقول إن الإنترنت زمان كان عبارة عن جورنان عالمي تقرأ الأخبار اللي موجودة فيه بس. طبعا بقى كان الويب 1 ده كان فيه الإيميل والشات والفيديو شات والحاجات دي كلها، ولكن الشات ده كان بيبقى بينك وبين اللي انت بتتكلم معاه بس، لغاية سنة 2004 لما ظهر الويب 2 او الجيل الثاني من الانترنت، واللي اتكلموا عليه اول مرة في دورة نقاش بين شركة اورلي وشركة ميديا لايف اللي كان في سان فرانسيسكو. هم قالوا ليه الناس ما تتفاعلش مع الاخبار اللي مكتوبة دي ويكتبوا تعليقاتهم، ويكون الانترنت مصدر للتواصل على مستوى العالم. يعني عايزين يحولوا الانترنت من مصدر معلومات لمصدر تفاعل، بدل ما تقعد تقرا الاخبار من غير ما تقول رايك، لا انت تدخل وتكتب رايك. وبعد بقى سنه 2004 دي لما بداوا يطبقوا نظام الجيل الثاني من الانترنت، ظهر بقى اليوتيوب، بعدها ظهر الفيسبوك وهاي فايف وتويتر، كلها منصات بتخدم التفاعل على مستوى العالم. اكتب، قول رايك، قول اللي انت عايز تكتبه، ده حتى كمان ممكن تسجل فيديو وتقول رايك فيه. والموضوع ده خلى العالم قريب جدا من بعضه، وانك تقول رايك في اي حاجه الموضوع بقى اسهل بكتير. ولكن بقى يا باشا وانت بتكتب رأيك لازم تعرف ان انت متراقب كويس جدا. لما تيجي تخش على النت وتكتب رأيك لازم تعرف ان انت بالنسبة للحكومة ورقة مكشوفة، شايفينك وعارفين مكانك وعارفين عنك كل حاجة، عارفين انت بتخش على النت الساعة كام، بتكتب ايه، ما بتكتبش ايه، وعارفين انت بتخش على مواقع ايه. هنا بقى المبرمجين قرروا ان هم يلاقوا طريقة يخشوا على الانترنت على طريقة تخفي، يعني يبقوا متخفين وهم داخلين على النت، زي بالظبط كده اللي يلبس طاقية لخفة ويخش على النت عشان محدش يعرف هو بيكتب ايه. لان خلي بالك الموضوع ده بيكون مهم جدا للدول انها تتكلم مع الجواسيس بتاعتها والصفقات السرية اللي بين الدول، حتى لو في صحفي عايز ينشر وثائق سرية ويحافظ على امان نفسه، يعني عشان ما يتقتلش او يحصل فيه حاجة. هنا بقى اتولد الدارك ويب او الديب ويب. فكرته الاساسية هو ان يحمي الشخص اللي بيتصفح الانترنت، تكون معلوماته سرية محدش يقدر يتعقبه. ولكن مع الاسف مع كل اختراع مفيد للبشرية لازم يكون ليه سلبياته. في ناس استغلت الموضوع ده ان هم يعملوا جميع انواع القذارة على الانترنت، تجارة مخدرات، تجارة بشر، كل انواع القذارة اللي انت تتخيلها. ما هو محدش هيقدر يشوف مين اللي بيعلن عن المنتج، ولا حد هيقدر يعرف مين اللي بيشتري. ولكن كان عندهم مشكلة واحدة، وهي العملة او طريقة الدفع. لازم تعرف ان انت لو اشتريت اي حاجة من على الانترنت بالكارت بتاعك، البنك بيعرف انت دفعت ايه والموقع ايه، وبناء عليه الحكومة هتكون عارفة عنك كل حاجة. فهنا بقى قرروا يخترعوا عملة ما تكونش انت محتاج البنك في التحويل او استلام الفلوس. وهنا بدأت فكرة انشاء البيتكوين ده بقى اللي ظهر في 2008 لأول مرة. اخترعه شخص مجهول اسمه ساتوشي ناكاموتو، اسم عجيب غريب فعلا. هو ده بقى جلاب المصايب على مستوى العالم كله. فكرة البيتكوين بكل بساطة هي انك لو انت عايز تشتري مني حاجة، انا هفتح محفظة على البيتكوين وانت هتحول لي المبلغ اللي انا عايزه بالبيتكوين وانا هستلمه، ومحدش بيعرف عن الموضوع ده اي حاجة. وبدأ يكون في ناس وشركات شغلتها انها تحول البيتكوين ده لدولارات.
برضو من غير ما البنك يعرف اي حاجة. يبقى اذا انت عندك الدارك ويب عشان تشتري كل الحاجات اللي انت عايزها، وعندك البيتكوين عشان تدفع للحاجة اللي انت اشتريتها. لا الحكومة شافتك ولا البنك شافك ولا حد يقدر يعمل لك اي حاجة. طبعا بقى انت لو اخدك الفضول وعايز تدخل على الديب ويب ده ومفكر الموضوع صعب، لا يا حبيبي، احب اقولك ان الموضوع اسهل مما انت تتخيل. كل اللي عليك انك هتنزل متصفح تور. متصفح تور ده عامل زي جوجل كروم او الفايرفوكس، ولكن هو بيخفي هوية المتصفح او الشخص اللي بيتصفح الانترنت عن طريقه. الديب ويب بقى مفيش بقى ايه جوجل تخش وتدور على المواقع اللي انت عايزها، لازم تكون عارف اسم الموقع اللي انت هتدخله، ولازم تعرف تفاصيل كتابة الموقع على المتصفح او الرابط بتاعه ايه، لان الرابط ده بيتغير كل شوية، فلازم يكون عندك الرابط الجديد لكل موقع انت عايز تدخل عليه. طب انت ممكن تسأل سؤال مهم جدا، ليه الدول ما بتقفلش متصفح تور اللي بيدخلك على الديب ويب ده؟ الحقيقة الموضوع معقد جدا جدا فوق ما انت تتخيل. تور برنامج لا مركزي، يعني ما تقدرش تمسك له موقع معين، هتلاقيه في كل المواقع. ده رقم واحد. رقم اتنين، تور ما بيشغلوش شبكة واحدة بس، ده بيشغلوا عدة شبكات، ملايين الشبكات على مستوى العالم. ثالث حاجة وده الأهم، الشركات بتحتاج المتصفح ده عشان خاطر تأمن اتصالاتها وملفاتها، لأن من المستحيل إن متصفح تور ده يتم اختراقه. ولازم تعرف إن تور ده متصفح مهم جدا للصحفيين، إن هم يدخلوا ينشروا فضايح الناس السياسيين وفضايح المشاهير والقواضي والبلاوي اللي احنا بنشوفها دي كلها. فالدول الديمقراطية ما بتقفلش متصفح تور. ولازم تعرف حاجة مهمة، متصفح تور مش هو المشكلة. متصفح تور لو اتقفل الناس هيلاقوا 1000 طريقة وطريقة يدخلوا على الديب ويب. يعني مخترع الشاكوش مثلا هو اخترعه عشان انت تدق المسمار في الحيط، طب ما انت ممكن تمسك الشاكوش ده وتضرب بيه واحد تموته. المشكلة في الشاكوش ولا فيك انت شخصيا؟ وهنا نروح لأول جريمة حصلت على الدارك ويب، وهو موقع سيلك رود اللي أنشأه روس أولبريخت. وهو مواطن أمريكي اتولد سنة 1984 ودرس الفيزياء في جامعة تكساس. وهو كان في الجامعة كان عنده فكر إن من حق أي واحد يتاجر في أي حاجة بدون ما الحكومة تتدخل، وفتح الموقع سنة 2011. وأول حاجة باعها عليه كانت الفطر السحري، وكان بيدخل على المواقع العادية زمان ويقعد يسوق للموقع بتاعه بس بطريقة غير مباشرة. يعني كان يكتب اسم الموقع ويقول لهم يا جماعة في حد اشترى من الموقع ده قبل كده؟ بدأت الناس تدخل على الموقع وتشتري منه الفطر السحري والمواد المخدرة اللي كان بيبيعها. وتجار المخدرات عرفوا الموقع وعرفوا ان في ناس كتير بتدخل على الموقع تشتري مخدرات. المهم الباشا روس عمل ايه بقى؟ قال لهم من حق اي حد يدخل يبيع اي حاجة في الموقع، ولكن انا هتكون ليا نسبة 6%. والموقع كبر جدا وروس اصبح مليونير في وقت قياسي. حرفيا كان بيدخل له فلوس وهو قاعد ما بيعملش اي حاجه. كل اللي كان عليه ان يحافظ على البرمجه والتشفير بتاع الموقع. وبدا الاسم يتردد في امريكا كتير جدا، والحكومه خدت بالها من الموضوع. كل لما يقفش واحد متعاطي مخدرات يقولوا له انت جبتها منين؟ يقول لك من موقع سيلك رود. والمخابرات الامريكيه بدات تدور مين صاحب الموقع. الموضوع كان صعب جدا، لان اولا روس كان بيخش على الموقع من متصفح تور وكان بيتنقل من بلد للتانية، ما كانش بيقعد في مكان واحد. والموقع بقى فيه ملايين الناس اللي بتدخل عليه كل يوم، لدرجة ان هو كان بيدخل $100,000 في اليوم الواحد مكسب ليه. وبعد سنتين الحكومة الأمريكية بتدور على مين مالك الموقع ده. في موظف في الضرايب الأمريكية اسمه جاري ألفورد قال لهم فكرة جهنمية جدا، وهي أساسا فكرة عادية. يعني قال لهم ما تيجي نخش على الموقع العادي ونكتب سيلك رود وندور على أقدم منشورات للموقع ده، يعني أقدم حاجة مكتوبة على النت في الموقع ده. وهنا قفشوا مين؟ المعلم روس، وهو كان بيسوق زمان للموقع ده. لقوه هو أول واحد متكلم عن الموقع قبل ما أي حد في العالم يعرفه. ومش بوست واحد بس، ده بوستات كتير جدا في الفيسبوك وفي تويتر وفي أي حتة، كان عامل له دعاية كبيرة يعني. المهم جابوا الايميل القديم بتاعه والفيسبوك بتاعه ولقوه متكلم زمان عن ان الناس من حقهم يتاجروا في اي حاجة من غير ما الحكومة تتدخل في شؤونهم. هنا بقى قالك بس هو ده صاحب الموقع. بس كان في مشكلة تانية، كان لازم يقبضوا عليه واللابتوب بتاعه مفتوح، لان الباشا كان مبرمج اللابتوب بتاعه انه بزرار واحد يقفله
ومحدش يقدر يفتحه غيره ابدا. المهم الباشا في يوم كان قاعد في مكتبة سان فرانسيسكو والحكومة عرفت مكانه، فقالوا ان احنا هنعمل عليه لعبة بسيطة جدا، وهي ان الحكومة راحت هناك وجابت راجل وست وقالوا اتخانقوا قدامه واعملوا نفسكم هتموتوا بعض. الباشا طبعا فاتح اللابتوب والاتنين بدأوا يتخانقوا قصاد بعض وهو اتوتر وقام عشان يحوشهم عن بعض، وكان في حد تاني تبع الحكومة موجود اخد اللابتوب وهو مفتوح وجري. المهم على الباب بره كان البوليس محاصر المكتبة كلها وقدروا يمسكوا مالك سيلك رود. The FBI today shut down what it's calling the most sophisticated internet site in the business of selling hard drugs, including heroin, cocaine, and LSD. Anyone trying to log on to the website today found this notice shut down by the FBI. It was a sophisticated electronic smokescreen, and it took federal agents almost 2 years. They were able to infiltrate the site, but they made some of these purchases themselves using undercover identities. The secretive Dread Pirate Roberts was arrested in the most unlikely of places, this local public library in this San Francisco neighborhood. The FBI seized $3.6 million of Bitcoin's biggest haul in its 5-year history. Hundreds of thousands of users use the impossible to trace website which sells drugs, forged documents, and even hitmen. It's called the Silk Road. Just look at some of the 13,000 items offered through that underground site. Ultra clean cocaine, clean and real LSD, high grade MDMA, also known as Molly, all with fast and free shipping. It generated roughly $1.2 billion in sales, with nearly 960,000 users, both buyers and sellers, in the US and more than a dozen other countries worldwide. YouTube videos like this one with 15,000 views tell anyone how to download an untraceable technology known as Tor that pulls data from thousands of computers worldwide to create this wide open marketplace. This hidden internet is underpinned by a virtual currency called Bitcoin. Bitcoins offer anonymized transactions which can be almost impossible for the police to trace. وفي مايو 2015 أصدر عليه الحكم بالسجن المؤبد. ناس كتير شافت ان الحكم قاسي جدا بالنسبة لجرائم تانية حصلت كتير، ودي كانت اول جريمة حصلت في الدارك ويب. الجرائم بقى اللي انا حكيت عنها دي حاجة، واللي هقوله ده حاجة تانية خالص، بل هو اخطر حاجة انا هقولها لكل اب وام. يا ريت تحموا عيالكم من الديب ويب، ومش بتكلم هنا عن ان هم يخشوا يتفرجوا عليه، لا، انا بتكلم عن تحموهم من الجرائم اللي بتحصل عليه. في حاجة اسمها الريد رومز او الغرف الحمراء. الغرف الحمراء دي بيبقى ايفنت بيتعمل كل شهر على الديب ويب، وفكرته هو انك تدفع تذكرة علشان تدخل تتفرج. قيمة التذكرة بيتكوين واحد، والبيتكوين الواحد قيمته دلوقتي فوق 90,000 دولار. ده بقى يعتبر مسرح للجريمة، بتخش تتفرج على واحد حرفيا بيتقطع او بيتعذب او بيتشرح. انتوا متخيلين كم الشذوذ الفكري اللي يخلي واحد يدفع المبلغ ده كله عشان يدخل يتفرج ويدي اوامر للي بيذبح الاطفال او بيعذبهم يعمل ايه؟ الموضوع ده خلى ناس كتير تشتغل في خطف الأطفال، لأن فلوسه كتير جدا، في ملايين الدولارات بتتعمل من الإيفنت الواحد. زي ما يكون الريد رومز ده قرابين بتتقدم للشيطان، أطفال بتتقدم للشيطان حرفيا. والموضوع ده حصل في مصر في شبرا الخيمة، قضية أحمد بتاع شبرا الخيمة. وخلي بالكو إن في مجرمين في مصر مستعدين يعملوا أي حاجة عشان خاطر الفلوس، مش في مصر بس، في الوطن العربي كله، في العالم كله كمان. الديب ويب ده لو دخلت اتفرجت عليه هتلاقي كل ما يتعلق بإهانة الطفل بتحصل جوه، وانا مش عايز افسر. فخلي بالكم من اطفالكم كويس، بيروحوا فين، بيجوا منين، مصاحبين مين. الموضوع اخطر مما انتوا تتخيلوا. وبس يا سيدي، هي دي بقى كانت حدوتة الديب ويب، بدأ ازاي وايه اول جريمة حصلت عنه، والتحذير اللي انا قلته في الاخر ده يا ريت الناس تخلي بالها منه كويس جدا. كان معاكم احمد صلاح وحواديت احمد صلاح. سلام عليكم.